السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ منوريني ومشرفيني في قناتي. معانا النهارده وصفة شتوية حلوة جدا. معانا حمص الشام او الحلبسة بالاسكندراني. ده مشروب بيشرب على البحر عندنا في اسكندرية، حلو جدا، بيدفي جدا، بيبقى مشطشط. انا النهارده هوريكم بيتعمل ازاي زي العربيات على الكورنيش بالظبط. بصوا ما شاء الله، حاجة كده ايه، تحفة. جبت حمص الشام، نقعته في ميه من قبلها بيوم بالليل، يعني مش اقل من 6 ساعات نقع. بيبقى كده حجمه تضاعف وبيبقى دخل في ايه، تحسي ان هو مستوي يعني. بعدين بشطفه شطفه حلوه وبنزل فيه في ميه على النار كده بقى هتغلي علشان يستوي. هسيبه بقى ياخد ويدي مع نفسه كده في التسويه. حطيت له حته فلفل حامي، زي ما قلت لكم اهم حاجه في الوصفه دي ان هي بتبقى مشطشطه يعني. هحط توم شرايح زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة التوم يكون شرايح، ليه؟ عشان هلمه تاني بعد ما يستوي، عشان طعم التوم ما يضايقش اللي بيشرب الحمص الشام ده. ممكن تطحنيه طبعا وتحطيه وهيتشرب عادي، بس انا مش بفضل طعم التوم يكون قوي قوي كده، فانا بحطه شرايح وبلمه بعد ما يستوي. حطيت كمان حبة من السكر عشان يسرع عملية التسوية، رشة خفيفة كده من السكر. ماشي، هبدأ بقى ايه، احط الكمون واقلبه واسيبه ياخد ويدي مع نفسه. يبقى كده حطينا ايه الاضافات بتاعتنا. حطينا حمص الشام منقوع حوالي 6 ساعات او 8 ساعات. حطيت نص قرن فلفل حامي. حطيت حوالي 4 فصوص توم شرايح. وحطيت معلقة صغيرة خالص من السكر ومعلقة صغيرة من الكمون، وسبته بقى ايه ياخد ويدي مع بعض. لما احس ان هو بدأ يخش في تسوية كده نص سوا يعني، هنزل بمرقة دجاج او مرقة خضار اللي موجود عندك، وهنزل بحوالي 4 طماطمات كده معصورين في الخلاط، عصير طماطم فريش. لو عايزة تحطي مكان عصير الطماطم الفريش معلقتين 3 صلصة من الصلصة المعلبة الجاهزة، ممكن طبعا. انا حطيت المرة دي عصير طماطم فريش. عايزة اقول لكم ان هي ليها كذا وصفة وليها ايه، كذا طريقة يعني بتتعمل بيها، وكلهم النتيجة بتاعتهم ما شاء الله تحفة. دي اول طريقة عملناها مع بعض النهاردة، وهنرجع نعمل طريقة تانية. الطماطم دي محطوط عليها بصلاية، يعني انا حطيت في الخلاط بصلاية كبيرة و3 طماطمات وعصرتهم وحطيتهم زي ما انتوا شايفين كده، بصل بالطماطم. هنزل بملح وفلفل وشوية من البابريكا. كان معايا كمان شطة وكمون، هقول لكم عملت بيهم ايه دلوقتي حالا. حطيت كده بقى ايه باقي البهارات بتاعتي اللي هي ايه، ملح وفلفل وبابريكا. ولو حاسه ان طعمه محتاج كمون تاني ممكن ازود كمون، بس انا مش هزود كمون لان انا هعمل له زي ما انتوا شايفين كده شطه وكمون، زي الدقه كده بتاعت الكشري يعني، شطه بس وكمون بس. هحط عليهم ايه هقول لكم دلوقتي هحط عليهم ايه. هسيب بقى الحمص يكمل تسويه، وهلم التوم اللي على الوش كده زي ما انتوا شايفين واتخلص منه، مش محتاجينه خلاص، هو ادى الطعم الكفايه في الشوربه دي بتاعتي. مش محتاجه ان انا اسيب التوم عشان طعمه ما يضايقش اللي بيشرب الحلبسه معايا. تمام كده. الاكله دي او الوصفه دي او المشروب ده حلو جدا في الشتاء، بيدفي جدا، حاجه كده هايله ورائعه يعني. بجد يعني انا عايزه اقول لكم ما بتشربوها بتحسوا بتدفئه جامده جدا. طعمها حلو جدا. اللي مش بيحب الشطه طبعا احنا ما حطيناش شطه فيها، فالشطه اختياري، احنا ما حطيناش فيها غير نص قرن فلفل. لو انتي ما بتحبيش الشطه نهائي ما تحطيش نص قرن الفلفل. انا حطيت نص قرن فلفل واكتفيت بيه عشان الولاد يعرفوا يشربوا منها طبعا. والشطه بقى خليتها ايه، حاجه جانبيه، اللي بيحب الشطه هيزود شطه. تمام كده. شلت التوم وشلت قرن الفلفل اللي انا حطاه، وايه هسيبه بقى يكمل تسويه. لازم الحمص لما تيجي بقى تمسكيه كده وتاكليه تلاقيه مستوي وناعم جدا معاكي. تمام. اول ما يستوي يبقى ناعم جدا معايا، يبقى هو كده ايه الوصفه بتاعتي خلصت. ما بتاخدش وقت كتير على النار، حوالي نص ساعه لو انتي نقعي. واهم حاجه النقع بيسرع عمليه التسويه، ونص معلقه السكر اللي انا حطيتها بتسرع عمليه التسويه، فما اخدش نص ساعه على النار معايا.
تمام. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. المشروب ده مشهور جدا عندنا بقى على البحر. بنتمشى كده بقى في الشتاء تلاقي عربيات الحلبسة واقفة في كل حتة، بس هما ما عندهمش اختياري، هو بيبقى مشطشط وجميل ما شاء الله يعني. بتشربيه تحسي بقى ايه ان الدنيا دافيه كده وان انتي في الصيف. بصوا مستويه وجميله ازاي. احنا بقى قررنا نعمله في البيت بنفس طريقة العربية بتاعة الكورنيش. زي ما انتوا شايفين كده هو كده خلاص استوى معايا. هبدأ بقى اعمل ايه، هاخد شوية من المرقة بتاعة الحلبسة دي احطها على الشطة وعلى الكمون. عملت كده شطة حامية وشطة بالكمون، او دقة حامية ودقة بالكمون. تمام كده. هحط عليهم ايه بقى، هحط عليها شوية ليمون كمان. هحط ليمون على الكمون وهحط ليمون على الشطه. كده الوصفه جاهزه معايا ان انا اعبي بقى الكوبايات بتاعتي. هغرف بقى الكوبايات كده زي ما انتوا شايفين. محضره كوبايات بتاعه الحلبسه على الكورنيش. بتبقى كوبايه ازاز محطوطه جوه كوبايه بلاستيك، لان هي طبعا بتبقى سخنه جدا. اهم حاجه فيه ان هو بيشرب وهو سخن وحامي، لازم يكون حراق. تمام. هبدأ بقى اصب الكوبايات بتاعتي، احط شوية بقى من حمص الشام وشوية من الشوربة بتاعته اللي هي معايا دي، وابدأ احط عليهم الاضافات اللي انا عايزاها. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ بقى انزل بيه في الكوبايات بتاعتي. ما شاء الله وصفة سهلة وسريعة وجميلة وبتدفي جدا، حاجة كده روعة بجد. زي العسل. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه في التعليقات. ما تنسوش اللايك وما تنسوش الشير وما تنسوش لو اول مرة تتفرجي على القناة تشتركي في القناة بتاعتي. وعايزة اقول لكل متابعيني منوريني ومشرفيني والقناة بتكبر بيكم ومعاكم. ربنا يخليكم ليا وتفضلوا دايما مصدر دعم ويديمكم ربنا دايما في حياتي، اللهم امين. زي ما انتوا شايفين كده بقى بدأت اغرف الكوبايات، بسيب بقى جزء من فوق فاضي. ليه الجزء اللي من فوق فاضي ده؟ عشان خاطر انا هحط لها شوية من الشطة وشوية من الكمون اللي انا مجهزاهم. هم دول اللي بيدوا الطعم للحلبسة او لحمص الشام. زي ما انتوا شايفين كده بقى هبدأ اغرف الكوبايات بتاعتي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اليومين دول بقى الدنيا ساقعة وبرد وشتاء، هي دي اشهر الشتاء الحقيقية. اهم حاجة ايه، ان احنا نعمل المشروبات والوصفات والاكلات الشتوية اللي بتدفي دي، علشان ايه ما نحسش بالبرد والجو الساقع. عملنا مع بعض السحلب، حاجة من المشروبات اللي بتدفي جدا ما شاء الله. عملنا البليلة، مفيدة جدا ومغذية جدا وكمان بتدفي برضو، ومن المشروبات الشتوية. والنهاردة عملنا مع بعض حمص الشام او الحلبسة، برضو من المشروبات اللي بتدفي جدا جدا ما شاء الله. بصوا زي ما انتوا شايفين كده صبيت الكوبايات وحطيت حبة من الشطة وحطيت حبة من الكمون. بكده ايه الكوبايات بتاعتي جاهزة. هبدأ بقى ارص فيها المعالق وتبقى كده الوصفة بتاعتي النهاردة جاهزة. هي دي بس الوصفة بتاعتي النهاردة؟ لا، معانا وصفة تانية حلوة جدا مش كل الناس تعرفها، بس انا بحبها جدا، مغذية جدا ومفيدة جدا، ومن الاكلات الشتوية اللي بتدفي برضو. بصوا الحمص ما شاء الله عليه جميل ازاي. هبدأ بقى احط المعالق كده. ممكن تحطي مع المعالق شفاطات كمان، بتشربي العصير بالشفاطة وتاكلي الحمص بالمعلقة. زي ما انتوا شايفين كده كانت وصفة سهلة وسريعة وجميلة ومغذية وبتدفي جدا جدا. انا بصراحة من لما شفت الكوبايات كده حسيت بالدفى ونفسي اتفتحت وراحت للحمص الشام تاني. طعمه كان زي العسل. معانا وصفة ايه تاني النهاردة؟ معانا البيض بالعجوة. مش كل الناس تعرف البيض بالعجوة. في ناس هتقولك ايه ده، ايه بيض بالعجوة؟ جربوها والله مش هتندموا بجد. حاجة كده طعمها خيالي، طعمها جميل جدا، بتدفي جدا، لان العجوة طبعا السكر اللي فيها بيدي طاقة للجسم وبيدفي. مفيدة جدا 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 جدا. وطعمها لذيذ. هجيب طاسة كده احطها على النار واسيبها تسخن، وهنزل فيها بمعلقة سمنة بلدي حلوة كده. وحطي سمنة وما تستخسريش. تمام. هقلبها بقى لحد ما تسيح. وهنعمل ايه، عندنا عجوة مفصصينها وطالعين منها النقع،
ومنضفينها ومخلينها زي الفل. هعمل ايه بعد كده؟ اما السمنه دي تسخن هنزل فيها بالعجوه اللي معايا. العجوه اللي هو البلح الطري، اكيد كلنا عارفينه طبعا. مشتريه حوالي نص كيلو. هبدأ بقى ايه انزل بيه في السمنه بتاعتي. طب لو ينفع اعمل بعجوه اللي هي المفرومه؟ لا، العجوه دي بتدي طعم ونتيجه افضل بكتير جدا. العجوه السليمه انا بفصصها وبشيل منها النقع، بنضفها وبخليها نضيفة وما فيهاش اي حاجة خالص كده من النقع والحاجات دي، وببدأ احطها في السمنة. طيب ليه هحطها في السمنة؟ هتبدأ بقى تتهرس معايا وتنعم وتديكي بقى ريحة وطعم طبعا مع السمنة، حاجة كده روعة روعة روعة. وصفة سهلة وجميلة وحلوة بقى في العشاء كده تعمليها او في الفطار والولاد رايحين المدارس، هتديهم طاقة وتنشط كده المخ معاهم، وتخليهم يركزوا في دروسهم وفي الدروس والامتحانات بتاعتهم. ربنا يوفقهم كلهم يا رب، اللهم امين. هبدأ بقى كده زي ما انتم شايفين اقلب فيها واضغط عليها كده بالمعلقة عشان تتهرس معايا وتبقى ناعمة. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. افضلي قلبي فيها بقى، ما تسيبيهاش عشان خاطر ما تاخدش لون من تحت او تاخد طعم مش حلو. انا مش بحمرها، انا لما بحطها كده بتطرى معايا من السخونية ومن السمنة اللي هي محطوطة فيها. بصوا ما شاء الله. ممكن بعد ما اطريها كده اعملها سندوتشات من غير بيض، لكن البيض برضو بيديها قيمة غذائية اكبر وبيديها فوائد اكتر بكتير جدا من ان انا اكلها كده زي ما هي. الوصفة دي انا بحبها جدا. بصراحة بعملها في العشاء مش في الفطار، اغلب الوقت في العشاء. بعملها طبعا في الفطار بس اغلب الوقت بيكون في العشاء. زي ما قلت لكم كده بتدفي بقى، يعني انتي تاكليها وتقعدي بقى تشربي كوبايه حلبسه او كوبايه سحلب سخن كده، وشوفي بقى هتحسي بايه. هتبقي متدفيه جدا، تحسي كانك في الصيف ولا كأن في شتاء ولا كأننا في السقعه. هتحسي بدفى رهيب جدا جدا جدا. ما شاء الله، وصفه حلوه وسهله وسريعه برضو. كل وصفاتنا سهله وسريعه عشان تبقى في متناول الجميع واي حد يقدر يعملها. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا طريت ازاي، تحسيها ساحت في بعضيها كده وبقت طرية وناعمة وجميلة ما شاء الله عليها، حاجة كده زي العسل. محضرة كمان البيض معايا 5 بيضات. هنزل بيهم على العجوة لما احس ان هي كده خلاص استوت ونعمت خالص معي. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا ما شاء الله، تحسوها بقت ناعمة، بقت كأنها مفرومة بالظبط، بس هي بتدي طعم احسن ونتيجة احسن من المفرومة. يعني انت استخدمي العجوة الطازة دي احسن من المفرومة. زي ما انتوا شايفين كده بدأت تخش في التسوية معي. زي ما انتوا شايفين كده خلاص بقى هي ايه بتستوي كده، وهبدأ انزل بالبيض عليها. ما شاء الله نعمت معايا وبقت طرية وجميلة. شربت السمنة كمان. ما بتشرب السمنة كده بتديها طرابة اكتر. ممكن بقى انت كده على الوضع اللي هي فيه ده تعمليها سندوتشات وتاكليها زي ما هي. طعمها بيبقى حلو جدا 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 ومغذية ومفيدة جدا. العجوة طبعا معروف ان البلح من الاكلات والوصفات المفيدة جدا جدا جدا. ممكن برضو تحطي عليها البيض زي ما انا هعمل، وممكن وهي محمرة كده تنزلي بقى معاها بمعلقتين سمسم ومعلقتين سوداني مطحونين، وتعمليها برضو سندوتشات بقى بالسمسم والسوداني، هتديكي برضو طعم حلو جدا. انا النهاردة هعملها لكم بالبيض. هنزل عليها بالبيض نص كيلو عجوة و5 بيضات، وهبدأ بقى ايه انزل بالبيض كده زي ما انتوا شايفين. طبعا مش بيض مسلوق، البيض هيبقى بسمنة زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. هنزل بالبيض اللي معايا كده، معايا 5 بيضات ونص كيلو عجوة. حمرت العجوة في معلقتين سمنة بلدي لحد ما طريت وبقت ناعمة وجميلة، وبعد كده نزلت عليها بالبيض اللي معايا. هبدأ بقى اقلبها كده واحدة واحدة كده بالراحة، واحضرها كده عشان
تبقى جاهزة معايا. البيض بتاعي اول ما يستوي هعرف ان هي كده جهزت معايا ومظبوطة على الاكل. ما شاء الله وصفة سريعة ومغذية ومفيدة. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا بتبقى حلوة جدا في العيش البلدي، وبتبقى حلوة جدا في العيش الفينو. يعني ممكن تعمليها للولاد سندوتشات عيش فينو للمدرسة، وممكن تاكليها بقى في البيت بعيش فينو او بعيش بلدي زي ما انت عايزه. مفيده جدا ومغذيه زي ما قلت لكم. فهتبقى حاجه حلوه جدا لو الولاد خدوها معاهم المدرسه الصبح. هتخلي بقى ذكائهم بقى يشتغل كده ويركزوا ويبقوا ايه فايقين كده لمذاكرتهم ويستوعبوا كل حاجه بتتقالهم. الحاجات المسكره دي بتدي نشاط وطاقه للمخ وللجسم. زي ما انتم شايفين كده البيض بتاعي بدأ يستوي بقى، وانا هفضل اقلب فيها لحد ما البيض والسمنه ينسجموا كده مع بعض ويدخلوا في بعض، وتبقى معايا جاهزة على الاكل. ما شاء الله نفسي برضو اتفتحت عليها حاجة كده زي العسل. عملنا مع بعض وصفات شتوية حلوة جدا، ولسه في وصفات شتوية تاني هنزلها لكم ان شاء الله الفترة دي. اكتر فترة بيبقى فيها سقعة، واكتر فترة بنبقى محتاجين فيها اكلات ومشروبات تشبع وتحسسنا بالطاقة كده وتحسسنا بالدفء. الاكلات دي بتشبع طبعا. معروف ان البلح من الوصفات والوجبات اللي بتشبع جدا. طبعا نعمله بقى حاجات كده ناخدوها وصفات جانبية كمان، لان في الشتاء الناس بتجوع جدا. بصوا ما شاء الله هي كده جاهزة معايا بقى على الاكل على طول. هبدأ بقى اعمل سندوتشات كده زي ما انتم شايفين. ممكن تتغمز وممكن تتعمل سندوتشات وممكن تتعمل في عيش فينو زي ما احنا عايزين. بصوا ما شاء الله حاجة كده زي العسل. الولاد بتحبها جدا وانا كمان بحبها جدا. كده وصفة النهاردة خلصت. كان معانا وصفتين سهلين وصراع وبيدفوا جدا ما شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.